في لندن في عمل ولا رحلة سياحة؟ لا، عمل مع السياحة طبعا. عليا من مواليد تونس. نعم. تونس العاصمة. العاصمة. يعيشك. يعيش بفضلك. من مواليد شهر نوفمبر. ده برج العقرب. يا ساتر، بس والله طيب. عليا ده اسمك الحقيقي؟ لا. اقدر اعرف اسمك الحقيقي؟ اسمي الحقيقي بية. بية بالمصري بيقولوا لها بهية. طب بية ده اسم حلو. مين اللي غيرهولك الى عليا؟ هو الاستاذ صالح المهدي، اللي هو اكتشفني للوسط الفني في تونس. فسماني عليا على اساس عليا اخت هارون رشيد. فاتشهرت باسم عليا. عليا انت عندك بنتين في تونس مش كده؟ بنتين. عندي فاتن ولميا. عندي لميا صوتها من احلى الاصوات اللي ممكن تبقى في المستقبل يعني. طب ولو لميا قررت انها تغني بعد مشوارك الطويل في الفن ده، تقولي لها ولا تقولي لها لا؟ ليه لا؟ نقول لها بس ان نوريها الطرق اللي انا مشيتهم. ما كانش انا حد مثلا في وسط الفني قال لي امشي الناحيه دي او الناحيه دي، يعني دلني على الوسط الفني اللي هو فعلا الوسط الفني صعب جدا. الوصول الى النجاح صعب. الى النجاح صعب، فانا نحاول اني نوصلها بدون صعوبه. يعني الحاجات اللي مش ممكن تعملها نقول لها لا، نوجهها. لكن عليا او بية السعادة تلاقيها احسن في النجاح الفني ولا السعادة في الحياة المنزلية احسن؟ هي السعادة واحد ما يقدرش يقارن ما بين السعادة المنزلية مثلا او السعادة الفنية. السعادة الفنية سعادة الفنان عندما يكون على المسرح ويحس بنجاح، ينسى هو مين، ينسى هل عنده أولاد أو ما عندوش أولاد، ينسى مين هو. الحياة المنزلية تختلف طبعا على الحياة الفنية. عندما أكون سعيدة في حياتي المنزلية طبعا شيء يسرني، نبقى في مطبخي في بيتي، نظم ده أعمل ده، نبقى نستنى إمتى يوصل وقت شغلي أو وقت التسجيل متاعي منشان نروح لشغلي. فالسعادة هي السعادة. انت ست بيت؟ ممتازة. يعني بتطبخي كويس ممتازة. طب قولي لي عليا، لو زوجك قال لك اتركي الفن، على أي شرط؟ على أساس تفرغي للبيت وللأولاد؟ لا، مع كل أسف. صعبة. فني ماشي في عروقي وفي دمي. أنا أول ما طلعت الوسط الفني أهلي كانوا ناقدين عليا. أمي شخصيا قعدت 3 سنين ما شفتهاش. يا ساتر. وأنا في منتهى شبابي، فمش متهيألي إني نترك فني بالسهولة التامة. لا. عليا أول ما ابتديتي تحسي إنك ممكن تغني، كنت بتغني أغاني لمين؟ كنت بغني أغاني لأم كلثوم الله يرحمها، والعبد الوهاب، والمرحومة اسمهان. الله، تقدري تسمعيني حاجة من أغاني اسمهان اللي كانت بتعجبك؟ والله أنا كنت أغني لها أغانيها كلها. مثلا تسمع إيه؟ الورد، أو أنا اللي يستاهل، أو قهوة. يا بدع الورد؟ الله، على ذوقك على راحتك. أنا كل أغاني اسمهان بحبها جدا يعني. يا بدع الورد يا جمال الورد، يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوها عالخد، الورد يا جماله. ده من أغاني اسمهان، وأغاني كتيرة ليها طبعا. عليا ما حضرتيش أبدا حفلات لأم كلثوم في تونس؟ طبعا، الحفلتين اللي هي شاركت فيهم في تونس كنت يعني مش حتى الحفلتين بس، كنت ملازمة معاها ال10 أيام اللي قعدتهم في تونس عنا. يعني من اليوم من وقت ما تصحى لغاية ما تنام وأنا معاها. وهي سمعتك بتغني؟ غنيت لها ليها هي كمان؟ قدامها؟ ما خفتيش؟ في الأول، لكن عندما هي الست الله يرحمها ما كانتش تخلي واحد يخاف منها، فتخلي الإنسان يحس أن هي طبيعية جدا.
غنيت لها أغانيها. غنيت لها كانت طلبت مني وقتها شمس الأصيل، وبعدين طلبت مني أنا في انتظارك، يا ظالمني، الرضا والنور. شوية من أغانيها كنت نسمعها. طب غني لي حاجة كده لأم كلثوم. أيه فيها. ده سؤال، كل أغاني أم كلثوم حلوة جدا. أنا كنت عاملة أخيرا عملت ملحمة من كتر حبي للمرحومة، ملحمة لأم كلثوم. فحدوتة بتقول ارجع بنا يا تاريخ للماضي واللي فات، واسمع حبيبة القلوب بترتل النغمات، صوتها ملائكي جميل بيسحرنا لما يقول. دي الحتوتة. وبعدين أنا نخش في الأغاني متاعها، بخش أقول سمعت صوتا هاتفا. الله. أو لا 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 هي كملي. وبعدين بقول يا سيدي مصر تتحدث عن نفسها، بقول شوية من قولي ده الهدى، وأختم برابعة العدوية اللي هي الرضا والنور. الله. فملحمة كانت حلوة. ممكن تقولي لي مطلع رباعيات عمر الخيام؟ تو تو سمعت صوتا هاتفا تررررم في السحر، سمعت صوتا هاتفا تررررم في السحر، نادى من الغيب غفاة البشر، سمعت صوتا هاتفا في السحر، نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كاس المنى، هب املأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. الله. الله. عليا لحن لك بليغ حمدي. أيوة. حلمي بكر طبعا. أيوة. رياض السنباطي. رياض السنباطي أول ما رحت لمصر كان لحن لي أغنية بتقول شمس الحرية، لكن ما نالتش نجاح وما ذاعتش حتى في الإذاعة. في ملحن غير حلمي بكر نقدر نقول فهم صوتك أكتر؟ محمد الموجي. فهم صوتك كويس. عبد الوهاب ما سمعكيش؟ سمعني. ما تفضلش بلحن ليكي؟ والله يعني إن شاء الله يعني يا ريت. أنت مش من معجبين بعبد الوهاب؟ ده كنت عبد الوهاب وأم كلثوم واسمهان. كنت بتغني إيه لعبد الوهاب؟ إيه كتير. كنت وانا صغيره بيقولوا عندي 4 سنين او 5 سنين كنت بغني مثلا يا دنيا يا غرامي. ما كنتش بقول يا دنيا يا غرامي، كنت بقول يا دنيا يا قيامي، يعني من صغري بحب عبد الوهاب. كنت بغني له يا برقلي، كنت بغني له قيس وليلى، ونعمل انا الدويتو اسمهان وعبد الوهاب وعباس فارس الله يرحمه، من هاتف الداعي لوحدي. طب استنى منها بقى كده. ابتدي. قيس ليلى بجانبي، كل شيء إذا حاضر، جمعتنا فأحسانا، ساعة تفضل العمر، أتجدي ترارارا، ما فؤادي حديد ولا انحجر، ترارارا، لك قلب فاسأله يا قيس، ينبئك بالخبر، قد تحملت في الهوى فوق ما يحمل البشر، ترارارارارا إلى آخره. لك قلب لك قلب يا قيس ينبئك ترارارارارا. نسيت ايه زمان. عليا
لو قلت لك دلوقتي في علامات حياتك الفنية 4 أغاني، نقول إيه؟ أول أغنية اللي ظهرت بها بالنسبة للجمهور بصفة عامة اللي هي أغنية تونسية، وبعدين حبايب مصر، دي نعتبرها من سبب نجاحي بالنسبة أكتر من اللي على الجارة مثلا؟ علي جارك عاطفية. حبايب مصر هي اللي عملت نجاح علي جارة، هي اللي خلتها نجحت. وإيه تاني؟ وإيه تاني؟ هي أغنية أخيرا كنت سجلتها يعني آخر مرة من ألحان خالد الأمين، بتقول احنا اللي فينا مكفينا. احنا اللي فينا مكفينا. أكتر حاجة عجبتك في لندن إيه يا عليا؟ أحسن حاجة؟ والله يعني ما أعرفش بقول، طبعا الشوبينج بتاعها والأوساط اللي احنا عايشين فيها يعني. تعجبك أكتر من باريس؟ لا، باريس أكتر؟ طبعا. يمكن عشان أنت عشت فيها يمكن، أو درست في باريس. لا مش مسألة نتكلم فرنساوي. درست في باريس؟ طبعا 6 سنين. درست إيه؟ درست هناك لغاية ما خدت سيابي في من باريس يعني. اللي عاش بقى في باريس وحب باريس ما يحبش لندن يعني. فيمكن ده يمكن من أسباب إنه اللي ما خلينيش نحب لندن كتير، لأن ما نتكلمش إنجليزي خالص. طب أنا عايز أقول لك حاجة يعني، ما حاولتيش تغني بالفرنساوي أبدا؟ غنيت في مسرحية الدنيا مزيكا من 3 سنين، فكان فيه شو. انت عملتي اوبريتات كتير؟ عملت اوبريتات في تونس، وعملت الدنيا مزيكا في مصر كتير. فكان الاستعراض كانت مسرحية متاع سيد راضي.